شكون فينا ما تحبش يكون عندها دراهم في الكونت تاعها وذهب في لابنك ومشروع خاص يخليها مستقرة كي تكبر. في الفيديو تاع اليوم راح نحكو شوية على واحد من أعظم المجتمعات في العالم واللي فغيمون وصلوا لبعيد بتخمامهم في الاقتصاد وفي التوفير، حتى رجعوا يورثوا لولادهم ملاير غير من الدخل الشهري. سلام حبيباتي، جمعتكم مباركة. واليوم راح نحكو على السر الياباني اللي راح يخليك تعيشي الاستقرار المالي وتوفري وتورثي لولادك أوسي. السر هذا هو الكاكيبو. الكاكيبو هو دفتر صغير يستعملوه اليابانيين من بكري باش يعرفوا كيفاش يتحكموا في مصاريفهم ويدخروا مبالغ كبيرة من مداخيل بسيطة. الفكرة تاع الكاكيبو ماهيش غير أرقام وخلاص، الفكرة تاعو هي الوعي اللي توصليله بعد ما تطبقيه مرات ياسر وتوالفي بيه وتبني مصاريفك على أساسه وتكوني واعية بكل دينار يخرج. الفكرة الأساسية تاع الكاكيبو هي عبارة عن أسئلة تسأليها لروحك كل شهر وتجاوبي عليها قبل ما تبدي تصرفي الميزانية تاعك، واللي هي عبارة على شحال راح يدخلني الشهر هذا، وشحال راني حابة نوفر، وشحال راني ديجا نصرف، وكيفاش نقدر نحسن أو نتحسن في وضعي المالي. كي تعرفي تجاوبي على الأسئلة هذو كل شهر راح تقدري تنقصي الصرف وتضاعفي مدخراتك. ودرك بعد ما تكتبي الأسئلة هذو في الدفتر اللي راح تخصصيه للكاكيبو، أرواحي تشوفي معايا كيفاش نقدروا نبدو السر هذا ونستفادوا منه. العملية سهلة ياسر. أول حاجة وفي البداية تاع كل شهر اكتبي دخلك كامل، اكتبي المبلغ اللي انتي حابة توفريه، ومن بعد احكمي المبلغ اللي راكي حابة توفريه وديريكتومون حطيه في شحيحة ولا حطيه في لو كونت اللي راكي توفري فيه كأنه ماهوش موجود، احسبيه ماهوش موجود. والباقي قسميه على 4 أظرفة حسب حاجاتك وحاجات أسرتك، ما بطريقة منطقية وطريقة ذكية، اللي هما الضروريات كيما الأكل والنقل والفواتير، وبيان سور الكماليات كيما القش كيما الخرجات، وما ننسوش حكاية الثقافة والمتعة كيما الكتب كيما العطل، وأخيرا الطوارئ اللي هي الحاجات اللي ماهيش متوقعة كيما طبيب ربي يعافينا ويعافيكم، والباروك، أي حاجة ماهيش متوقعة راح ديري لها مبلغ صغير في الطوارئ. في معظم الأحيان راح يبقى لك الظرف الأخير اللي هو ظرف الطوارئ كيما هو في الآخر تاع الشهر، يا تحطيه في الشحيحة يا تخليه يتلم كل شهر مع اللي بعده وتشري بيه قضيان تاع بيت الخزين، ولا تشري بيه حاجة هكا تاع ذهب صغيرة ولا أي حاجة نمبورت ليسانسيال حاجة راح تستفادي منها. ولا ببساطة كل شهر المبلغ هذاك اللي يبقالك تاع الطوارئ تشري منه حاجة وتحطيها في بيت الخزين. وهنا لازم نقول لكم وعلاش الناس اللي تبعوا النظام هذا نجحوا. ببساطة باسكو تكتبي كلش بيدك، الكتابة تخلي أفكارك تترتب وتخليك تربطي المال بالوعي وتبعدي على الشراء العاطفي وتبدي تدخري بلا ما تحسي، وكي تشوفي الأرقام قدامك مكتوبة تولي تلقائيا تحترميها. وبلا ما ننسو انه اليابانيين عندهم عادة ادخار ثقافية مبنية على انه التوفير اهم من المظاهر، ويركزوا بزاف على الجودة والفائدة تاع اي حاجة قبل ما يشروها.
وحاجة أخرى النساء في العائلة وهما اللي ديما يديروا الميزانية. وأهم حاجة عندهم الجمعيات المعروفة باسم الناتو موشي. الجمعيات هذو عبارة على دوائر ادخار ديرها أفراد العائلة، وكل مرة واحد منهم يحقق منها حاجة راهو حابها، يحسن بها وضعه المادي، يدير بها مشروع، ومن بعد يفوتوا للفرد اللي بعده حتى تطلع بالعائلة كاملة مع بعضها. وفي الأخير باش تخلي الكاكيبو ينجح لازم تتبعي شوية نصائح، كيما انك تستعملي دفتر واحد برك وتكتبي كل حاجة تصرفيها حتى لو كان صغيرة، وما تكذبيش على روحك في مصروفاتك، وما تقنعيش روحك باللي حاجة اللي شريتيها بالعاطفة لأنها حاجة فيها الفايدة. ديما واجهي روحك وعرفي وين غلطتي باش تقدري انك تحسني من نفسك ديما، وتبدلي الأسلوب تاع الحياة العشوائي تاعك. وآخر حاجة بعدي على ديون على قد ما تقدري. وهكا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. أي واحدة استفادت من الفيديو نتمنى انها تخلي لي كومنتير تشجعني فيه، وتخلي لي سبسكرايب، وتعطيني رايها في السر هذا اللي هو سر اليابانيين اللي خلاهم ينموا اقتصادهم واللي خلاهم يوصلوا لبعيد. وأعطوني انتوما طرقكم في الادخار وفي تسيير الميزانية، وقولوا لي كيفاش درتوا باش قدرتوا توصلوا لأحلامكم وتحققوا طموحاتكم، والناس اللي مازالوا ما وصلوش إن شاء الله بشوية بشوية وبالقطرة تعمروا الكاس وتوصلوا وين تحبوا. إن شاء الله تكون الفيديو تاع اليوم فادتكم، ولا كان فادتكم ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب والكومنتير. نحبكم ياسر ياسر ياسر، ونشوفكم الجمعة الجاية. بيزو.